هذا هو قبر أبي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. يعني قبل 23 سنة العم ضياء حجز القبر هذا. عم ضياء والده توفى بال 2001. بعد ما توفى والده عم ضياء حجز القبر هذا. لو شاءت الظروف ووالدته استشهدت انه يدفنها جنب ابوه. ربنا شاء انه هو اللي يستشهد وهو حيندفن في القبر هذا، ووالدته ربنا يطول بعمره الله يرحمه ان شاء الله ويتقبل كل الشهداء. هذا قبر والده يعني قبل 23 سنة العم ضياء حجز القبر هذا، لكن عجزوا لنفسه. سترى الرحمن تكلمه وتنال الفضل بنيل رضاه. سترى العدنان وتحضنه وتجاوره وتعيش معه.